مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند وأبرز ما فيها. نائب رئيس جمهورية سوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي ومناسبة افتتاح معرض توفير فرص عمل للشباب. مدير الغرفة التجارية بجمهورية سوماليلاند ولقاء بوفد تجاري تابع لجنوب أفريقيا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرة بالتفصيل. شارك نائب رئيس جمهورية سوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي في مناسبة افتتاح معرض توفير فرص عمل للشباب، وذلك بالعاصمة هرقيسة. شارك نائب رئيس جمهورية سوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي في معرض توفير فرص عمل للشباب بجمهورية سوماليلاند وبرعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالوطن. شارك في المناسبة عدد من الوزراء والمسؤولين وضيوف شرف آخرين. وفي كلمة لنائب رئيس جمهورية سوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي، أشار من خلال كلمته إلى أهمية توفير فرص عمل للشباب، كما تطرق بأن الحكومة قامت بتسجيل موظفين جدد بالدوائر الحكومية ما يقارب 1600 وظيفة، وهي أعلى معدل توظيفي بالنسبة للحكومة، مع مشروع التوظيف الحكومي شقوقرا، وهي واحدة من سياسات الحكومة ورئيس الجمهورية فخامة موسى بيحي عبدي لدعم وتطوير الشباب بالوطن. وفي كلمة لكل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيدة هند حرسي جامع جاني، أشارت من خلال كلمتها إلى أهمية هذا المعرض بالنسبة للوطن والمواطنين، وخاصة الشباب، وكيفية توفير فرص عمل لهم. وفي كلمة لوزير الطاقة والمعادن بجمهورية سوماليلاند معالي الجامع حاجي محمود، أشاد من خلال حديثه بجهود مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإقامة المعرض لتوفير فرص عمل للشباب. التقى اليوم مدير الغرفة التجارية بجمهورية سوماليلاند السيد جمال عيديد إبراهيم بوفد تجاري تابع لجنوب أفريقيا، وذلك بمقر مكتب مدير الغرفة التجارية بالعاصمة هرقيسة. التقى اليوم سعادة جمال عيديد إبراهيم مدير الغرفة التجارية بالسوماليلاند بوفد تجاري تابع لجنوب أفريقيا والزائر حاليا لجمهورية سوماليلاند، وهدف اللقاء من أجل التشاور معا حول أفضل السبل للتعاون التجاري بين البلدان. تحدث في بداية المناسبة مدير الغرفة التجارية بجمهورية سوماليلاند سعادة جمال عيديد إبراهيم، أشار من خلال حديثه بأن السوماليلاند ترحب بدول القارة الأفريقية والصديقة بالمجال التجاري، مشيرا إلى حجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لإتاحة الفرص الاستثمارية والتجارية بجمهورية سوماليلاند. وفي كلمة لعدد من مسؤولي اللجنة التجارية لجنوب أفريقيا، أشاروا من خلال حديثهم إلى التسهيلات التي تقدمها السوماليلاند ومدى الترحيب الكبير الذي لاقوه بها، كما أعربوا عن استعدادهم للمشاركة التجارية بين دولتهم والسوماليلاند، كما قدموا الدعوة الرسمية للغرفة التجارية بالسوماليلاند للمشاركة في المعرض التجاري القادم الذي سيقام بدولة جنوب أفريقيا. أقامت هيئة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد بجمهورية سوماليلاند بحثا علمي ل15 هيئة حكومية من أجل الاطلاع على دراسات أقامتها الهيئة لهذه المؤسسات. أقامت هيئة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد بجمهورية سوماليلاند مناسبة موسعة شارك بها مسؤولي 15 هيئة، وهدفت من أجل الاطلاع على دراسات قد تمت إقامتها على هذه المؤسسات اتباعا للإدارة الجيدة ومكافحة الفساد. شارك في المناسبة مدير قصر رئاسة الجمهورية ومدير وزارة التجارة ومدير عام وزارة البيئة ومحافظ إقليم مرودتشيح وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة بروفيسور خليل القائم لهذه الدراسات، أشار من خلال حديثه إلى الجهود التي بذلت إجراء لهذه الدراسة والتي استمرت ل9 أشهر واختتمت اليوم، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستعمل على مكافحة الفساد في الهيئات والمؤسسات الحكومية وصولا للإدارة الجيدة تعود بالنفع على الوطن. كما أشار إلى أن هذه الدراسة تعمل على إزالة كافة العقبات لأداء عمل جيد ومناسب. كما تحدث بكلمة مدير عام هيئة مكافحة الفساد السيد محمود إسماعيل، رحب من خلال كلمته بكافة القائمين والمشاركين في هذه المناسبة،
الذين تم استجابتهم لدعوتنا، مشيرا إلى أهمية هذه الدراسات والتي تم تطبيقها بالفعل على مجموعة من الهيئات الحكومية. من جهة أخرى تحدث بكلمة كل من مدير قصر رئاسة الجمهورية ومدير وزارة البيئة ومدير عام وزارة التجارة. أشاروا جميعا من خلال حديثهم إلى أهمية مكافحة الفساد عموما حفاظا على المال العام بالوطن ورفع كفاءة العاملين بهذه المؤسسات، كما أثنوا على جهود هيئة مكافحة الفساد. وفي الختام تحدث بكلمة السيد طيب حاجي أمين عام هيئة مكافحة الفساد ومحافظ إقليم مرودتشاح السيد جامع حاجي أحمد. أشارا من خلال حديثهما إلى مكافحة الفساد للاستفادة من خيرات الوطن. أقام مكتب نائب رئيس الجمهورية بحثا علمي والمعروف بصن حول النظام الغذائي بجمهورية سوماليلاند للثلاث سنوات الأخيرة بالوطن. أقام مكتب نائب رئيس الجمهورية والهيئات العاملة معها بحثا علمي حول نظام التغذية بجمهورية سوماليلاند والمعروف بصن للثلاث سنوات الأخيرة بالوطن، وبمشاركة مسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية بجمهورية سوماليلاند، أطباء، مسؤولين من جامعة العلوم البحرية والهيئات المستقلة. وفي كلمة للدكتور زكريا طاهر أحد ممثلي مكتب نائب رئيس الجمهورية، أشار من خلال حديث إلى المراحل العديدة التي مر بها البحث العلمي لتقييم النظام الغذائي بالوطن. وفي كلمة لمدير قسم التخطيط بوزارة الإعلام والإرشاد الوطني السيد عبد القادر طيب أسكر، أشار من خلال كلمته إلى دور وزارة الإعلام والإرشاد الوطني في المشاركة في البحث العلمي للنظام الغذائي بالوطن، وهي توعية المواطنين حول النظام الغذائي وإعداد برامج لها. وفي الختام تحدث بكلمة كل من مسؤولين من وزارة المياه بجمهورية سوماليلاند والسكرتير التنفيذي للمجلس المحلي بمدينة بربرة السيد عبد الكريم آدم عضي، أشاروا من خلال حديثهم إلى أهمية اللقاء وفائدته على الوطن والمواطنين، وشكرا كل من ساهم في إتمام هذا اللقاء وإنجاح المشروع. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني من خلف الكاميرا والكنترول أطيب المنى، وإلى اللقاء.